اهلا وسهلا بكم في قناة عين الحقيقة، القناة اللي بتقدم لكم احدث الاخبار والتفاصيل الحصرية بكل دقة وموضوعية. شارك النجم محمد رمضان جمهوره فيديو جديد نشره عبر حسابه بموقع انستجرام، وقال بالفيديو: في مدفع رمضان ده قبل اذان المغرب قبل ما الناس تفطر، وفي مدفع رمضان ده بعد الفطار هيبقى على DMC علشان الناس تفرح. وهتقولي عامل ده ليه؟ هقولك باختصار شديد: الناس عايزة الجديد يا ليفا. في مدفع رمضان قبل اذان المغرب ده عشان الناس تفطر، وفي مدفع رمضان هيبقى بعد اذان المغرب على DMC ده عشان الناس تفرح. هتقول لي عامل ده ليه؟ اقول لك عشان باختصار شديد الناس عايزه الجديد يا ليفا. وكتب تعليق على الفيديو: ثقة في الله مصر هتفرح. وفي الأيام الماضية نشر محمد رمضان مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيه يحكي موقفا طريفا له مع معجب في الشارع. وقال محمد رمضان في الفيديو: واحد قابلني في الشارع وقال لي: ايه يا نجم، كلها رفع حبوب جراءة ومقطعة البطاقة، احنا مش هنشوفك في رمضان ولا ايه؟ قلت له: افتح قناة DMC واستنى مدفع رمضان عشان تفطر. واحد قابلني في الشارع قال لي يا نجم كلها رفع حبوب جراحه ومقطع البطاقه، واحنا يا نجم مش هنشوفك في رمضان ولا ايه؟ قلت له افتح قناه DMC واستنى مدفع رمضان عشان تفطر. ويستعد الفنان محمد رمضان لخوض تجربة جديدة، حيث يطل على جمهوره لأول مرة كمقدم برامج خلال شهر رمضان 2025. ويأتي هذا البرنامج كتعويض لمحبيه عن غيابه الدرامي هذا العام، بعد أن اعتاد تقديم أعمال تلفزيونية ناجحة خلال المواسم الرمضانية السابقة. وأعلن محمد رمضان عن برنامجه الجديد الذي يحمل اسم مدفع رمضان، حيث سيعرض يوميا بعد أذان المغرب على قناة DMC. وأوضح أن البرنامج يحمل طابعا ترفيهيا يتناسب مع الأجواء الرمضانية، مؤكدا أن الهدف منه هو إدخال البهجة والسرور على الجمهور في هذا الشهر الكريم. ويحظى محمد رمضان بقاعدة جماهيرية كبيرة، ما يجعل تجربته الأولى في تقديم البرامج محط اهتمام مترقب. ومن المتوقع أن يجمع البرنامج بين الفقرات الترفيهية والمفاجآت التي تتناسب مع طبيعة الشهر الكريم، ليواصل محمد رمضان نهجه في تقديم محتوى يجذب انتباه الجمهور ويحقق نسب مشاهدة عالية. هل تعتقدوا أن برنامج مدفع رمضان هيحقق نجاح كبير وهيكون تجربة ناجحة لمحمد رمضان في عالم تقديم البرامج، ولا هتكون مجرد تجربة مؤقتة وهيرجع تاني للدراما؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناة عين الحقيقة عشان يوصلكم كل جديد. نشوفكم في الحلقة القادمة. سلام.